ها يا محمود، ما قلتليش يعني عملتي ايه في الأضحية؟ ابدا يا حبيبتي، ان شاء الله يومين ثلاثه كده وهروح اجيبها من البلد. انت عارفه انا متفق عليها هناك، وهناك طبعا بتبقى ارخص وانضف واحسن. اه يا حبيبي بالله عليك مش هوصيك، هات حاجة نظيفة يا محمود عشان الناس الغلابة. وغير كده كمان ده انا عملت قايمة وكتبت فيها كل اسماء الناس اللي احنا هنديهم. ايوه صح كده، ربنا يبارك لك. لا ان شاء الله هجيب احسن حاجه. انت عارفه ضميري والله بيبقى اهم حاجه الناس اكتر مننا احنا يا منى، يعني هم ياكلوا مش مهم احنا. ربنا يرزقك يا رب ويخلف عليك بأكتر منها أضعاف مضاعفة. بس انت عارف يا محمود انا قلقانة من مين؟ من مامتك. معلش يا منى، استحمليها وحاولي تعدي اليوم دوت وكبري دماغك على قد ما تقدري. المشكلة يا محمود ان انا ببقى حاسة ان هي مش عايزة تدي الناس، مش عايزة تدي الناس الغلابة. بتستخسر فيهم جامد قوي يا محمود. بتبقى عايزة تدي الناس قرايبها وتدي اخواتك وتدي نفسها تملى الفريزر. مش كده؟ الحاجات دي لها اصول برضو. والله يا منى انا غريبت افهمها، اقول لها احنا مش بنقسم بمزاجنا، احنا بنقسم حسب الشرع اللي ربنا قايل عليه. طب بص يا محمود بالله عليك خليك انت اللي واقف على الميزان وادي الناس بنفسك يا محمود، اديهم بايديك انت، ما تعتمدش على ان حد ياخد منك ويوصل، لا وصل انت بايدك. لا ان شاء الله والله باذن الله انا ناويها، انا فعلا لازم أنا ادي بايدي. انت مستنيه حد ولا ايه يا منى؟ لا والله يا محمود استنى ما اشوف مين. اهلا وسهلا، اهلا يا ماما اتفضلي. ياه على ما بطلع السلم بتاعكوا ده يا محمود ما ببقاش قادره. معلش يا حاجه نورتينا والله. ايه ما قلتيش انك جايه؟ يعني كنت جيت خدتك بالعربيه بدل ما تيجي كده لوحدك. يلا يا محمود مش مشكله، قلت اتمشى. ربنا يديك الصحه يا ست الكل. الا قولي يا حبيبي عملتي ايه في الاضحيه بتاعت العيد؟ اوعى تكوني اتاخرتي يا محمود لسه ما جبتهاش لحد دلوقتي. لا يا ماما والله انا لسه كنت بقول لمنى يومين ثلاثه كده وهسافر ان شاء الله اجيبها من البلد. انت عارفه يا ماما ان انا لازم احضر الوزن وان انا اشوفها بنفسي، احسن يضحك علينا ويدونا بهيمه تعبانه ولا مريضه. اه شاطر يا حبيبي شاطر. طب بقول لك ايه يا محمود، اخواتك باعتين معايا 10000 جنيه اديهم لك. ليه الفلوس دي بتاعت ايه يا ماما؟ دي بتاعت الاضحيه يا حبيبي عشان تبقوا مشتركين فيها مع بعض وكده. ليه يا ماما؟ انا مش عايز حاجه من حد، انا الحمد لله مقتدر ان انا اقوم بالذبيحه كلها لوحدي. وبعدين يا ماما 10000 جنيه ايه اللي انت بتتكلمي فيهم؟ انت عارفه الاضحيه معديه ال 100000 جنيه. الا قولي لي يا منى ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي يا حماتي. انت ايش دخلك ما بيني وما بين ابني؟ حشره نفسك في اللي مالكيش فيه ليه؟ بعد اذنك يا منى، بعد اذنك تسكتي عشان اعرف اتكلم. بصي يا امي انا هقول لك كلمتين، صلي على النبي كده واسمعيني كويس. عليه افضل الصلاه والسلام. بصي يا امي انا ان شاء الله هذبح زي كل سنه ما بذبح، واللحمه بتاعت اخواتي هوديها لهم لحد عندهم هناك من غير 10000 جنيه ولا 20000 جنيه. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمود؟ انت فاكرني هبله ولا عبيطه هصدق الكلام اللي انت بتقوله؟ ولا انت عايز تبعت لكل واحده من اخواتك 7 8 كيلو؟ وطبعا هتبعت لي زيهم، اكننا بنشحت منك يا محمود، مش حاجتنا. والست هانم تاخد كل اللحمه تملى بيها الفريزر اللي عندها، وغير كمان اللي توديه لاهلها بال20 كيلو و30 كيلو. طب بعد اذنك يا ماما جيبي سيره اهلي، ان اهلي مش بيحتاجوا حاجه من حد، وبعدين انا اهلي الحمد لله بيذبحوا يعني مش محتاجين. بعد اذنك يا منى ثواني شويه لو سمحتي. اه يا حبيبتي اوعي تفتكري ان انا مش فاهماكي، انت اللي عايزه تكوشي انت واهلك على كل اللحمه. يا امي تكوش ايه بس، صلي على النبي كده وافهميني. يا امي هو انت فاكره اللي بيضحي ده بيضحي كده اللي بمزاجه يطلعه واللي بمزاجه يشيله في الفريزر والكلام ده كله؟ لا يا امي ده شرع وربنا مقسمها وكل واحد عارف بياخد ايه ونصيبه ايه. لا والله واحنا نصيبنا بقى ال7 8 كيلو اللي انت هتبعتهم. يا امي العجل معروف هيتقسم ازاي، تلت للفقراء وتلت للاقارب وتلت لينا. خلاص ماشي اديني التلت بتاعي انا اقسمه كله لوحدي انا واخواتك. ازاي يا امي اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت فاكره ان التلت ده يخصك بس انت واخواتي؟ ازاي يا امي ازاي؟ وفين صحابي وفين قرايبي وفين بقيه العيله وفين قرايب مراتي؟ وبعدين يا امي يعني انا لو حتى طلعت من نصيبي زياده للفقراء انا راضي، انا راضي. دي في ناس ما بتاكلش اللحمه يا امي غير من السنه للسنه. صح يا محمود ربنا يبارك لك يا رب. صح يا محمود ربنا يبارك لك يا رب. اه طبعا يا اختي ما اتكلم على هواك ومزاجك. طب خلاص يا محمود انا عندي حل. قولي يا ماما قولي. بص يا حبيبي انت تيجي تذبح عندي هناك في البيت براحتنا، بيت امك حبيبتك، نقسم براحتنا واخواتك ياخدوا وانت تاخد، وتدي برضك للفقراء واصحابك اللي انت عايزهم. طب وليه يعني يا ماما عايزه تحرمينا يعني ان احنا نذبح هنا والعيال يفرحوا ويزقططوا كده ويبصوا كده على الذبيحه بتاعت ابوهم كده، والناس وهي بتاخد كده عشان يتعودوا على الخير؟ لو انت صادقه يا حبيبتي ده انت عايزه تذبحي هنا عشان تكوشي على اللحمه وتملي التلاجة وتدي الفريزر لما خلاص ما يعرفوش يتقفلوا.
يا امي ايه اللي انت بتقوليه؟ بس نكوش على ايدي اضحيه. عارفه يعني ايه اضحيه؟ يعني انت بتقدمي حاجه لقبل نفسك للغلابه. عارفه يعني ايه الغلابه؟ دي اضحيه لوجه الله تعالى. بقول لك يا محمود، خلي مراتك تسكت وما تتكلمش وما تتحشرش طول ما انا بتكلم، ولما اكون بتكلم انا وانت هي ما تتدخلش. لو سمحتي يا منى اسكتي بعد اذنك، لو سمحتي انا بتكلم. بصي بقى يا امي يا حبيبتي، انا هقول لك بقى على الخلاصه دلوقتي. انت ان شاء الله تيجي هاجي اجيبك حتى بالعربيه، ما تجيش يا ستي لوحدك. انا هروح اخدك وتيجي تقضي معانا وقفه عرفات، وهنفطر سوا وهناكل سوا، وتجيبي اخواتي وكل اللي انت عايزاه، ونبقى كلنا مع بعضينا. وان شاء الله يا امي بعد صلاه العيد على طول نيجي باذن الله. انا متفق مع الجزار هيجي يذبح لنا احنا اول ناس، وباذن الله نوزع الحاجه لوجه الله تعالى. واخر اليوم كمان يا امي هاخدك انت واخواتي، هوصلكم لحد بيوتكم باللحمه. لا يا حبيبي، احنا مش جايين نشحت. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي فين الشحاتة دي بس؟ لا يا محمود، تعالى عندي البيت نذبح هناك، والبيت واسع هناك يا محمود، واسع خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. اه طبعا، مش عايز تسمع كلام امك؟ ما الهانم قالت لا. هي الهانم مالها بس يا أمي؟ والله يا حماتي الهانم قاعده ساكته، ولا بتتكلم ولا بتقول حاجه، قاعده بتسمع وبس. وبعدين أنا عايز أسألك سؤال، هي منى اللي بتضحي ولا ابنك اللي بيضحي؟ الراجل اللي بيضحي. اسكت اسكت يا محمود، ده انا مغلوله منك مغلوله. وبعدين يا أمي أنا عايز أعرفك حاجة، هو أنت ما تعرفيش إن حماية ربنا يوسع عليه يا رب، ويوسع على المسلمين أجمعين، جايب برضك وذابح وما شاء الله بدل العجل 2 و3 كمان؟ واخوها يوسف بسم الله ما شاء الله بيضحي برضه يا امي، يعني العيله كلها عندهم بتضحي باكتر من كده بكتير. طب من الاخر، وكلام من الاخر بقى يا محمود، انت هتيجي عندي ولا لا؟ لا ياما مش هاجي عندك. الكلام ده كله هيحصل عندي في بيتي هنا ياما، وانت هتيجي تنورينا وتشرفينا وتقعدي معانا، واخر اليوم هاخدك اوصلك انت واخواتي باللحمه بتاعتكم. استهدي بالله يا حماتي، استهدي بالله كده، واعرفي ان دي حاجه طالعه لله، وبعدين ما فيهاش نكد يعني ولا حاجه. اقول لك انا بقى يا اختي على حاجه، اتهني بيه واشبعي واملي كرشك من اللحمه. برضو اللي في دماغك في دماغك. مش انت واهلك عاملين رباطيه على ابني وعايزين تاخدوه منك لله انت واهلك يا شيخه. خليك جنبها، خليك جنبها يا محمود، اياك تنفعك. يا امي تعالي استهدي بالله وتعالي اقعدي هنتفاهم. خليها هي تنفعك يا محمود، خلاص امك دي بقت خلاص تتركن على الرف. لا حول ولا قوه الا بالله. اعمل ايه بس يا ربي؟ خلاص يا حبيبي ما تزعلش، شوف اللي انت عايزه، ولو عايزنا نروح نذبح عندها ما يجراش حاجه. انتوا ايه رايكم؟ اروح اضحي هناك عند امي وانا عارف ان الجزء بتاع الغلابه مش هيروح لهم، وهيتوزع على قرايبنا وحبايبنا وكل الناس ديت. يا ناس، يا ناس اللي فاكرين ان انتوا لما بتضحوا عشان قرايبكم وحبايبكم وتملوا الديب فريزر، مش دي الاضحيه يا جماعه. الأضحية لها شروط ربنا قايل عليها، ولازما قبل ما احنا ناكل الفقير ياكل. يمكن الناس الفقيرة ديت ما بتشوفش اللحمة غير من السنة للسنة، بتستنى الأضحية ديت عشان تاكل. على الاقل احنا طول السنه بندوقها وربنا كرمنا. طب قولوا لي انتوا اعمل ايه؟ انفذ كلام امي اروح اذبح عندها هناك وانا واثق ان محدش هياخد حاجة غير اللي على مزاجها وبس، ولا اضحي هنا عندي ويشهد ربي ويعلم ان هدي الغلابة قبل ما هدي بيتي؟ وانا والله العظيم مش واخداها عندي معاها ولا حاجه، بالعكس انا نفسي ياخدوا الثواب زينا بالظبط، انا مش محتاجه حاجه. هستنى رأيكم في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك اللي انا بستناه منكم.